السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة غير على الوطن. بغيت نناقش معكم واحد الموضوع هو بسيط جدا ولكن خطير للغاية. أما هو أننا اكتشفنا أن العدو والخونة يسيطرون على مناصب حساسة ومهمة جدا، لأن الموضوع يثير الشكوك. ما هو دور هؤلاء الموظفين الذين هم أعوان ويد للعدو والخائن؟ وعندما أقول العدو أنتم تعرفون من هو عدو المغرب الأول، ثم صنيعته، ثم إلى ما غير ذلك. ولكن المشكل هنا أننا شفناهم اش كيديروا هادو أيادي كتجلد اللي هو وطني، اللي فيه روح الوطنية، يبقاو عليه يا يغبروه ويديروا ليه شي شهادة وفاة مزورة وهو حي يرزق في مكان ما يعلمه الله، أو يزجوا به في السجن بطريقة أو بأخرى، أو يولي خائن معهم. فبيني وبينكم كما كيقولوا الوطن هو الأم والأم هي الوطن. إلى واحد فيكم مثلا قالوا ليه أمك أو الوطن، فماذا تختار صديقي المستمع؟ والله لا غادي تضحك بزز منك، قال لك كثرة الهم كتضحك. أنا في كازا ورأيت هذا بأم عيني، يمررونك بين هذه المحكمة في الدار البيضاء وتلك المحكمة في مراكش. كيف ذاك الكلب المشروك، كانوا جوج أصدقاء مربين واحد الكلب وتخاصموا تناقشوا وما يفرقوا الديور كلها داروا في واحد البلاصة. داك الكلب كيمشي عند هذا ويجري عليه يقول لي سير عند فلان، كيجري عند هذاك يقول لي سير عند فلان. تمات مسكين في الطريق ما بين ديك الخيمه وديك الخيمه الاخرى، ما في الطريق مسكين بالجوع. المهم هذا موضوع راه كنظن بانه خطير، ولا سكتنا عليه راه غيديرونا في القفه. هذا ما كان كنهضرش على راسي. انا عارف يد اللي أنها طريقة أو طريق صعب للغاية، وفيه مطبات كما كيقولوا المصريين ياما، لكن نحن لهم بالمرصاد. ولهذا نكشف الأقنعة والوجوه والخطط التي استعملها العدو قبل الخائن ليكون الشعب المغربي تحت لعبة دنيئة. وكنقولوا فين كيحطوا أناس تبعهم كما كيقولوا المصريين في مناصب، فأكيد يساعدون الخونة مثلهم ويهلكون من هو وطنيا أو لديه غيرة على هذا الوطن، لا يريدون أن يبقوا صامدين بطريقة أو بأخرى. المهم هو أن هذا المقطع من الدار البيضاء، ثم نعيد مقطعا آخر من مدينة مراكش، ونرى أيضا محكمة مراكش ماذا ستقول بعدما قالت في المرة السابقة أنها لم تتوصل بشيء. هذا عذر، وقالت أيضا هذا موضوع سيتصرفون هم فيه مباشرة. وعندما أتيت إلى هنا لأجد أن كلاما آخر. بيني وبينكم شوتوا هذه الكرة حتى يتفرقع. يا تبيس يطيح في شي بلاصة وما تبقاش تستعمل. أستودعكم وأستودع نفسي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما الله، الوطن، الملك. لا أنا اللي قلتها ماشي جنون.